الدائرة 711. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيب. بالأستاذ حسن علي. ازاي حضرتك؟ كل سنة. أين أنت؟ موجودين. بل أين أنا بقى؟ أنا طير رنان في دنيا الأحلام، أنا ثغر بسام في صف الأيام. ازيك؟ كل سنة وانت طيب. أحمد رمي. جميلة من الأغاني الجميلة طبعا، اللي فيها حس رافق جدا أقبال الليل. طبعا. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. تقول كيف تستقبل رمضان بقى؟ وتنعاد عليكم الأيام. الله يخليك. صحة وسعادة. كيف تستقبل رمضان هذا العام، رمضان 2003؟ والله رمضان 2003 كله إن شاء الله خير على المسلمين أجمعين بإذن الله تعالى. في الحقيقة أنا بعتبر رمضان ده يعني كنز من الله سبحانه وتعالى لعباده. زي ما قرأت في بعض التفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أن آخر آيتين من آيات سورة البقرة اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر الآيتين، هاتان الآيتان هما من كنز تحت عرش الرحمن. وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم أيضا من كنز تحت عرش الرحمن. فأوصي المستمعين أجمعين بقراءتهم لأن فيهم بركة كبيرة. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نبأ وخبر عن هذا أن أفضل ما أنزل عليه من القرآن هي آية الكرسي. وأيضا أن الآخر آيتين في سورة البقرة اللي هم آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه، من قرأ هاتين الآيتين قبل أن ينام وكل الله له ملائكة تحرسه وتحثه على الخير إلى أن يصبح. في الحقيقة جميل ورائع جدا أن نقرأ في تفسير القرآن. في الحقيقة الجميل والرائع أن نتفكر ونتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. وما فيش أجمل من النفحات الرمضانية الإيمانية التي يستشعرها المسلم في نفسه وهو في شهر رمضان، شهر الطاعة والتسامح والغفران. في الحقيقة عندي حاجات كتير من كترها مش هقدر أقول حاجة، لكن بالنسبة للأخت رضا القرشي والأستاذ يوسف عباس والأستاذ محمود عبد الجليل والأخت عبير والأخت هدى، في الحقيقة كلهم اتكلموا عن كيف نستقبل رمضان وكل واحد قال وجهة نظره. وفي الحقيقة أنا بحترم كل آراء المستمعين، طبعا ده بتعلم منهم أنا زي ما حضرتك بتعرف. في الحقيقة أنا كنت عايز أقول حاجة بسيطة جدا، إن إحنا نسيب كل إنسان يحتفل برمضان بكينونته الشخصية. اللي مبسوط يا سيدي ومعاه فلوس كتير وعايز يجيب فوانيس كتير يجيب، ربنا يزيده. اللي عايز ينفق في سبيل الله ويأكل اليتامى والمساكين يأكل ويجيب. أخذ بال حضرتك؟ يعني بيقول الجزاء من جنس العمل. أيوة، لقد أصبت قلب الهدف. المقصود من كلامي إن إيه؟ إن العيل الصغير لما يصبح كده يوم العيد ما عندوش لبس جديد يبقى زعلان. فعلشان نفرح العيل الصغير لازم نجيب له اللبس الجديد والحاجات الجديدة ويحس إن فيه عيد. فرمضان كذلك. تعرف يا أستاذ وجيه، من خلال تجولي في البلاد أو في البلدان، يعني في القارات والدول، لم أكتشف أن هناك رمضان في العالم بأكمله مثل رمضان في مصر. ما احنا رمضان احنا فاطمي يعني. بصدق شديد جدا بكل محايدة بمنتهى الصدق. رمضان في مصر له مذاق خاص وطابع خاص وله جمال. عارف البهجة اللي بتظهر في الشوارع اللي هي بعض الناس بيعلقوا عليها وبيعترضوا عليها وحاجات زي كده، لا تجد هذه البهجة. يعني كأن الله سبحانه وتعالى جعل مصر يعني مستقر الإيمان في العالم بأكمله. ربنا يحميها ويحرسها يا رب ويخلي لنا رئيسها يا رب. في الحقيقة أنا لا أريد الإطالة علشان احترام وقت المستمعين. في عجالة شديدة جدا من أمري تهنئة من أعمق أعماق القلب محملة بكل الحب إلى كل أهلي وأصدقائي وأحبائي في كل مكان، ولكل المستمعين والمستمعات أينما كنتم وكيفما كنتم. أحييكم وأسلم عليكم سلاما جميلا، سلاما حلوا طيبا كأنه قلوبكم الدافئة. سلاما يسلم عليكم ويعطر يديكم ويسعد أوقاتكم وينعش حياتكم ويبدد كل أهاتكم يا رب. سلام من أعمق الروح وتهنئة من صميم القلب بحلول شهر رمضان الكريم. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية من مشرق الشمس إلى مغربها ومن المحيط إلى الخليج بالخير واليمن والبركات. ولك مني أخي وجيه تحية شخصية صادقة جدا نابعة من القلب، ولكل أسرة البرنامج ولكل المستمعين لكل أحبائي. وفي الحقيقة أنا بقيل في مصر يمكن أسبوعين
هقضي معاكم هنا اسبوع في رمضان ان شاء الله. فانا برضو كتبت حاجة حلوة كده هنقولها مع بعض ان شاء الله في اول شهر رمضان ان شاء الله. ان تركتكم دلوقتي هترك لكم كل محبتي الصافية وكل امانية القلبية للجميع، لكل المستمعين، للكل، من كل قلبي. شكرا. والصحة والسعادة، وتنعاد لكم الايام بخير وصحة وسعادة. شكرا استاذ حسن. شكرا. شكرا، مع السلامة. هل تلاقي